السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الدونات بالشوكولاتة، هش وجميل، وناس كتير بتحب تشتريه من برا عشان طعمه اصلا يعني يشهي وهو حلو. فهنعمله النهاردة بمقادير بسيطة في البيت، ومش هيكلفكم وقت ولا هيكلفكم مجهود، وحاجات موجودة في البيت، مش هتضطري تنزلي تشتريها من برا و... وان شاء الله هيعجبكم. يلا نبدأ بالمقادير. اول حاجة معانا هنا 4 كوبايات ونص دقيق احنا نخلينهم، ومعانا هنا بيضة كاملة، ومعانا معلقة خميرة كبيرة. لو عندك خميرة بيرة عادي ممكن تستخدمي برضو معلقة. ومعانا هنا مع ربع كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو المكان ساقع ممكن تحطيها ساقعة. ومعانا هنا نص كوباية سكر، ونص كوباية مية، وكوباية لبن. اللبن عايزينه دافي، ولا سخن قوي ولا ساقع، عايزينه دافي يعني ايدك تستحمله وانتي بتعجني، ما تبقاش سخن قوي او ساقع. اول حاجة هنحط اللبن، وهنحط معلقة من الخميرة، وهنحط نص كوباية السكر، ونص كوباية المية، والبضاية هنحطها كاملة، وهنفضل نقلب ونضرب فيهم لحد ما البيض يختفي والسكر يدوب في اللبن. هننقله في بولة اكبر عشان نقدر ننزل عليه بالعجين. الدقيق هننزل بيه واحدة واحدة عشان الدقيق بيختلف من مكان لمكان، وانواع الدقيق كتير، فما نعرفش الدقيق هنقدر نستخدمه كله ولا لأ. فكده هنبدأ نعجن الدقيق مع المكونات اللي احنا عملناها لحد ما تتلم. وهي العجينة كده اتلمت، طالما هي بتلزق يبقى هي كده صح شغالة معاكي. وهنبدأ ننزل بربع كوباية الزبدة، ونقلب فيها، نفضل قصدي نعجن فيها لحد ما تتلم. هتحسوا ان هي ملزقة وكأنها مليانة مية وزبدة كتير، ما تقلقوش، هي كده شغالة صح. افضلوا اعجنوا فيها لحد ما تتلم وتبقى بالشكل ده. وزي ما انتوا شايفين كده احنا كده خلصناها وعجناها. هنحطها في البولة ونغطيها ونسيبها لمدة ساعة او ساعتين، يعني يفضل ساعتين بتبقى احسن بتخمر. ونرجع لكم، وزي ما انتوا شايفين كده اهي بعد ساعتين خمرت. هنطلع منها المية اللي فيها، الهواء قصدي اللي فيها، معلش. ونلمها، نقسمها بقى على قد ما احنا عايزين. هن... هنغطي بقية الكمية عشان ما تنشفش وتجمد معانا من فوق الوش. هنا بقى هنحط على الرخامة اللي احنا هنعجن عليها دقيق، نرش رشة دقيق، ونجيب نص العجينة. هنفضل نعجن فيها كده لحد ما تبقى السمك بتاعها مش تخين قوي ولا رفيع قوي، عايزينه يعني السمك بتاعها كويس. انا هنا عندي قطاعة وعندي الحاجات اللي انا بعمل بيها الدوناتس، بس هنا حبيت اعمل لكم بحاجات مبسطة. جبت مج وقطعت بيه الشكل اللي من فوق، وجبت غطا ازازة صغير بتاع بيبسي او اي حاجة عندك، وقطعي بيه من جوه، هيديك الشكل بتاع الدوناتس. ولو حابة ان انت تسيبيه كده من غير ما تقطعيه من جوه، من غير غطا الازازة، حلو جدا برضو. وممكن تسيبي اللي هو
الحبات الصغيرة دي ممكن تقليها برضو في الزيت، وممكن تسيبيها. انا صراحة بحب اعجنها تاني عشان اعمل كمية اكبر من الدوناتس. ما بحبش اسيب الصغيرين دول، باخدهم اعجنهم مع العجينة تاني. ونبدأ نرص الدونات في صاجة كده، وندهنها من تحت برضو دقيق عشان ما تلزقش. ده سمك الدونات اللي احنا عايزين نطلعه في العجن. لسه هنخمرها وهتنفش تاني. هنغطيها ونسيبها تخمر لمدة ربع ساعة 10 دقايق، وبعدين نسخن الزيت ونبدأ ننزل بيها على الزيت. هنا حطينا حلة غويطة ومليناها زيت. لازم الزيت يكون ارتفاعه عالي، ولازم يكون سخن جدا، عشان اول ما ننزل الدوناتس فيه يبدأ ينفش على طول. لو سيبنا الزيت بارد، الدونات هيشرب زيت ياما، وده وحش جدا. فهنخليه لحد ما يغلي وبعدين ننزل بالدونات. وتلاحظوا معايا ان الدونات ما بياخدش يعني اقل من الثانية وياخد وش من تحت لون، فنبدأ ننقله بسرعة عشان ما يتحرقش معانا. ونعمل بقية الكمية زي ما احنا قلنا. زي ما انتوا شايفين كده العجينة خمرت، بقت جميلة جدا. اهو بصوا، ما خدتش اقل من الدقيقة وخدت لون من تحت. مش عايزينها تحمر لحد ما تتحرق او تاخد لون اكتر من كده عشان ما تبصش معانا، عشان هي بعد ما بتطلع بتاخد اللون المظبوط اصلا وبتهدى. بصوا من تحت عملت لون ده. هنعمل بقى الشوكولاتة. هنا جبنا حمام بخار مية، حطيناها على النار، وحطينا الشوكولاتة، قطعنا شوكولاتة خام، وحطينا معاها معلقتين زيت، وهنحطها على المية اللي بتغلي، وهنبدأ نقلبها. بص كده ساحت معانا. هنا عايزين نعمل صوص الشوكولاتة البيضة اللي احنا هنرشه من فوق. هنقطع الشوكولاتة البيضة ونحطها في كيسة، ونحط معاها برضو معلقتين زيت وفي الحمام المية ده، ونبدأ ننشفها كده بفوطة معانا. زي ما انتوا شايفين كده ساحة الشوكولاتة اهي. هنبدأ بقى نشكل الدونات بالشوكولاتة. كده احنا زوقنا الشوكولاتة اللي هي السمرة. هنبدأ نعملها بالشوكولاتة البيضاء. هنفتح الكيس من فتحة صغيرة جدا، مش هنفتحه كبير عشان ما تبوظش شكل الشوكولاتة وهي نازلة كده. وهنبدأ نشكلها. حابة تشكليها، حابة مش حابة تحط لها شوكولاتة او حاجات من دي تسيبيها كده سادة. انا صراحة سبت كام واحدة سادة كده عشان بابا صراحة بيحبها من غير حشو او من غير شوكولاتة. وشكلت الباقي وزي ما انتوا شايفين كده بقى الشكل النهائي. جميلة وهشة وطرية جدا، وطعمها تحفة ومخدتش معايا وقت. وعملت معايا كمية كبيرة. ال4 كوبايات ونص عملوا معايا 34 واحدة قطعة دونات وان شاء الله تعجبكم وتجربوها بإذن الله. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله الطريقة تكون عجبتكم. ومع السلامة.